داخویانیا مجلسا مالباتین شهیدان آجزیره جبو گلی ما برخودر جبو رایا گشتی دمک ده کو ام هینجی دو اغرا ازادی او رومتا گلی خود او جبو پاراستنا دستکفته شورش خویا کو بخوینا هزارا شهیدان پیروز هاتی آفدان فدکارین مزن دکن ام به تندی او به هرس هلبجارتن مجلس آگل آداوی یا کو لی پاریزگاه حسکی هاتبو دارخستن رد دکن ام وک مجلس مالبات شهیدان آجزیره جبر بربسیاری آخواه یا دیروکی او اخلاقی یا پیشبری خوینا شهیدین خواه وان خالین لجیر جی رادگهین گشتیر رادگهین ردکرنا خواه تام و مطلق جوان هلبجارتنان را او مطالبونا انجام وان رادگهین جبر کو اف هلبجارتن و نرتیا اراده راستین او پیکاتین هرمی ناکه او تنه جبو چسپاندنا پولیتیکاین کو خدمتا داخوازن گلی ما ناکن هاتن کرن ام پشتراز دکن کو حکومتا سوریه یا دمکی هینجی به هشمندیا رژیما بعث هلوشیای تف دگره دوی شانوی ده کردان تون و نرتیه که راستین به دست نخستنه ام کسین کو هاتنه هلبجارتن آنجی هاتنه درخستن قط نرتیا کولان کردی ناکن او نکارن داخوازن وی پی بین زمان افکس جی وینه او راستین روش آوا پردورن او تو پیوندی نوان به تکوشین او فدکاری انگل کردرنینه اف نرتیا لاواز نکارن نرتیا کردان ده برلمان ده بکه او تو جاری ناگهجن آستا فدکاری شهیدین ما ام بجبردن ویه که وکی خیانتک اشکره لخوینا شهیدان دبینن جوان کسین کو ایدایت کردیتیه دکن او و وکی سرکفتن دبینن ام دبیشن اف سرکفتن پوچ و لاواز بین نرخه و تو رویتیه ناده و حتی کو مافی کردان ده قانون او دستور سوریه ده بزلالی نه چسپاندن تو نرتیه که راستی چه نابه حوجداری ما به اجماره که کرسیه ده برلمان که لاواز او فرمالیتر ده تونه لبل حوجداری ما به ناسکرنا فرمی و هشمندیان یا جبو کردان زمان وان و مافی وان ین تام ده دستور ده هیا هروها ناسکرنا فرمی یا جبو فدکاری شروان و شهیدین ما ین جنکو لدجی هویتی هزا تاری یا سردما نو شر کرن و لبر خودان ام دویم جاره ده داخوازا گاوین پراتیکی او برچاف دکن ام بانک دلگل خواه یه برخودر او دلدار دکن کو ام ایرو ده قناخه که حساس دنه کو جه ما یکیتیه که بهز قایم او هفگرتی تی خستن کو برجواندی انتان گلپای خواه بهیله ما سوز دایه شهیدن خواه کو امي دريا آزادي و عدالت ده بمشن مجلس مالبات شهيدا آجزيرة 26 مها 5 2026 بيان صادر عن مجلس عوائل الشهداء في الجزيرة إلى أبناء شعبنا الصامد إلى الرأي العام في الوقت الذي ما زلنا فيه نقدم التضحيات الجسام في سبيل حرية وكرامة شعبنا وحماية مكتسبات ثورتنا التي تعمدت بدماء آلاف الشهداء الأبرار نتابع ببال على الاستنكار والرفض ما سميت بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي جرت في محافظة الحسكة. إننا في مجلس عوائل الشهداء في الجزيرة ومن موقع مسؤوليتنا التاريخية والأخلاقية أمام دماء شهدائنا نعلن للرأي العام ما يلي: رفضنا التام والمطلق لهذه الانتخابات وبطلان نتائجها كونها لا تعبر عن إرادة المكونات الحقيقية في المنطقة وجاءت لتكريس سياسات لا تخدم تطلعات شعبنا. ونؤكد أن الحكومة السورية المؤقتة ما زالت تتعامل بذهنية النظام البعثي البائد والإقصائي. إن الكرد لم يحصلوا على أي تمثيل حقيقي في هذه المسرحية، وإن الأشخاص الذين تم انتخابهم أو أفرزوا لا يمثلون الشارع الكردي مطلقا ولن يستطيعوا التعبير عن تطلعاتهم، فهؤلاء الأشخاص بعيدون كل البعد عن صورة روجافا وحقيقتها وليس لهم أي صلة بنضال وتضحيات الشعب الكردي. إن هذا التمثيل الهزيل لا يمكن أن يمثل الكرد في البرلمان ولا يرتقي أبدا إلى حجم تضحيات شهدائنا، بل إننا نعتبر القبول به خيانة علنية لدماء الشهداء. وإلى أولئك الذين يدعون الكردياتية ويعتبرون هذا الفتات انتصارا نقول لهم إن هذا الانتصار الهزيل لا قيمة له ولا يمنحكم أي شرعية. لن يكون هناك أي تمثيل حقيقي
دون دسترة واضحة للحقوق الكردية في القانون والدستور السوري. إننا لسنا بحاجة إلى عدد من المقاعد في برلمان هزيل وصوري، بل نحن بحاجة إلى اعتراف رسمي واعي بالكرد ولغتهم وحقوقهم كاملة في الدستور، والاعتراف الرسمي بتضحيات مقاتلاتنا وشهيداتنا اللواتي قارعنا وقاتلنا أعتى قوة ظلامية عرفها العصر الحديث، ونطالب بخطوات حقيقية وملموسة في هذا المجال. نهيب بشعبنا المقاوم والصامد. إننا اليوم في مرحلة حساسة تتطلب منا وحدة صف قوية متماسكة تفوق أي مصالح ضيقة. إننا عاهدنا شهدائنا على السير في طريق الحرية والعدالة، ولن نسمح لأي جهة أو أشخاص بالادعاء بأنهم يمثلون صوت هذا الشعب الصامد دون وجه حق. صوتنا هو صوت المقاومة والبناء، ومن يمثلنا هم من يعيشون آلامنا ويصونون دماء شهدائنا. المجد والخلود لشهدائنا. عاشت مقاومة شعبنا. مجلس عوائل شهداء في الجزيرة 26/5/2026.